أكيد في يوم سمعت حد بيقول أنا مش جاهز لعلاقة. تعالوا نعرف مع بعض إيه الرسالة الحقيقية اللي ورا الكلام ده. لما حد يقول لك أنا مش جاهز لعلاقة ممكن يكون قصده حاجة من 5 حاجات. أول حاجة إنه ممكن يكون لسه بيعالج جرح من الماضي، فممكن جدا يكون محتاج وقت عشان يتصالح مع نفسه قبل ما يفتح قلبه تاني. رقم 2 إنه مش عارف مين هو فعلا، فخلي بالك كتير قوي بيكون محتاج انه يفهم نفسه ويكتشف نفسه اكتر قبل ما يشارك حد جديد في حياته. رقم 3 انه ممكن يكون خايف من الالتزام والمسؤوليه، زي ما احنا عارفين ان العلاقات كلها محتاجه مجهود، وممكن يكون هو مش مستعد يستحمل المجهود ده دلوقتي. رقم 4 انه ممكن يكون مش حابب يجرح حد تاني او حتى هو ينجرح، يعني بالبلد كده بيحاول يحمي نفسه من اي علاقه جديده. رقم 5 بقى والاخيره انه محتاج وقت يركز على نفسه واهدافه، لانك دايما خليك عارف إن مش دايما العلاقة بتكون أولوية عند كل الناس. لو سمعت الكلام ده احترم المساحة والوقت، لأنك عشان تحس إنك جاهز دي قصة كبيرة وصراع كبير بينك وبين نفسك، ولازم تحسمه قبل ما تاخد القرار. لو أنت شايف إن عندك أي سبب من دول اكتب لنا في الكومنتات.